تعالوا اقول لكم النهارده على اسهل حلو ممكن تعمليه في رمضان بعد الفطار او حتى قبل الفطار ب5 دقايق بس. سهله وبسيطه ومش هتحتاج معاكي وقفه ولا مقادير ولا اي حاجه خالص. ده غير ان طعمها تحفه وبتدوب دواب. مش عايزه مني غير لفه جلاش وحبه مكسرات بسيطه كده، ويلا نعمل مع بعض احلى اساور السرداب. اول حاجه هبدا بالشربات بتاعي علشان محتاجه يكون تقيل وبارد. عندي كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه واحده بس من الميه، وطبعا نفس الكوبايه هي علشان يطلع معاكي المقدار مظبوط. هنعصر عليها نص ليمونه ونرفعها على النار. من بعد ما يغلي معايا هيقعد 7 دقايق على النار، وبعد كده هحط له باكت من الفانيليا. لو انت حابه مش حابه استغني عنها. وهركنه كده على جنب علشان يبرد معايا ويتقل طبعا القوام بتاعه عن كده. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، وطبعا يفضل تكون الومنيوم علشان تسويلك الحاجه كويس جدا من تحت. عندي بقى هنا حوالي كده ربع كوبايه من الزبده على زيت، سمنه بلدي على زيت، او سمنه بلدي بس زي ما انت عايزه براحتك. هندهن الصينيه بتاعتنا كويس كده بدهنه حلوه من السمنه، ونركنها على جنب. جبت بقى لفة الجلاش، وطبعا لازم تكون معاكي طازة علشان ما تكونش متقطعة وتديلك الشكل اللي انت عايزاه. هنقسمها بالنص بالطول زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبحط النصين كده فوق بعض وبغطيهم بفوطة مطبخ نظيفة، وبركنهم كده على جنب طول ما انا شغالة بيكون متغطي معايا علشان ما ينشفش معايا ولا يتكسر، واقدر اشكله بكل بساطة وسهولة. اخدت كده ورقه واحده بس كده منهم، طبعا دي نص ورقه الكبيره اللي انا قسمتها بالسكينه، ودهنتها كده بمسحه بسيطه من السمنه، مش بنكتر سمنه خالص، وطبقتها نصين، وبرده مسحه تاني كده من فوق. وعندك بقى اي شاليمو، اي عصايه طقم التوزيع اللي بتكون تخينه دي، اي حاجه تكون تخينه كده مبرومه. هبدا بقى الف عليها ورقه الجلاش بتاعتي، وبخليها مهويه، مش بضغط عليها قوي علشان تبقى معاكي كده من جوه مفرغه وحلوه كده، ما تكونش معاكي مكتومه. وفي الاخر بسيب سنتي او